السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ غِبت فترة عن القناة بس رجعنا تاني النهارده جايين نتكلم عن موضوع مهم، وهو إزاي تنجح. عارف يعني إيه توصل لمرحلة تحس إنك مش نافع أو إنك كل ما تبدأ حاجة تُقع؟ كلنا حاسين بكده. في يوم من الأيام كنت قاعد لوحدي ماسك ورقة وقلم وباكتب خطة لحاجة جديدة هابدأها. المرة دي كنت ناوي أبدأ مشروع صغير، كنت متحمس قُلت لنفسي المرة دي هانجح، المرة دي مختلفة. اشتغلت يوم و2 وفجأة تعبت وزهقت وبدأت أسوِّف للحاجة، بدأت أقول لنفسي يمكن مش ده اللي ليّا فيه، ووقفت. زي ناس كتير بنبدأ ونُقف وبنخطّط وبنكنسل اللي خططناه، بس ليه؟ وليه بنفشل؟ لمّا بدأت أبحث وأقرا لقيت إن في 3 أسباب رئيسية بتخلّي الناس تفشل، وأنا واحد منهم. أول حاجة مستني تكون جاهز، إحنا دايمًا بنستنى اليوم اللي نصحى فيه فايقين متحمسين وكل حاجة مجهزة، بس اليوم ده مش بييجي. الجاهزية دي وهم، النجاح بيبدأ وأنت مش جاهز وأنت خايف وأنت مش عارف هتنجح والّا لأ. ابدأ وبعد كده أطوّر مش العكس. تاني حاجة هدفك كبير بس خطواتك مش واضحة. عايز تعمل مشروع، تبدأ قناة، تدخل gym ماشي، بس أنت ما حددتش أول خطوة. مشكلتنا إننا بنشوف الجبل من فوق، مش بنبُص على أول درجة هنطلعها للجبل. قسِّم هدفك وخلّيه بسيط. ابدأ بحاجة صغيرة واحتفل بيها. معانا تالت حاجة بتقارن نفسك بناس في نُص الطريق، بتشوف ناس نجحوا وبتقول أنا عمري ما هاوصل لكده، بس أنت مش شايف إنهم بدأوا من سنين، وقعوا ووقفوا واتعلموا. ما تقارنش دايمًا بداياتك بنُص مشوار حد تاني، ركّز على نفسك. في النهاية أقول لك بُص يا صاحبي، النجاح مش للي أذكى ولا اللي عنده فرص أكتر، النجاح للي بيكمّل. كل مرّة بتبدأ وتُقف أنت بتتعلم. بس المرّة الجاية كمّل، كمّل حتى لو ببطء، لإن اللي بيكمّل بيوصل. وفي مثل بيقول لك اوصل متأخّر أحسن من إنّك ما توصلش خالص. ما تقولش أنا كبرت، أنا مش قادر أتعلّم، وتعجّز نَفْسك. يعني أنا قررت أرجع تاني وأنت كمان حاول تبدأ، ويالّا نبدأ كُلّنا سوا.